ازيكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده عايز اتكلم عن البوست اللي قدامكم ده اللي انا كنت كتبته مؤخرا على البلوج بتاعتي. بحاول ان انا اوضح فيه اهميه انك تعمل تراكنج للانترفيوز بتاعتك. كل الشركات في الدنيا بتعمل تراكنج للانترفيوز للكانديديتس او الموظفين اللي بيوظفوهم، ولكن قليل جدا من الناس بيعمل تراكنج بقى بشكل عكسي، ان هو يتراك الشركات اللي هو بيقدم فيها. الموضوع ده كان بدأ يعني من مدة طويلة، يعني أعمله أنا بنفسي، وبعد كده من سنة كده أو أكتر كان في حد اتكلم على تويتر أو على إكس دلوقتي على الموضوع دوت، وإن هو كان بيدور إزاي يعمله. فانا قررت ان انا اعمل تمبلت شيرتها مع الناس، والتمبلت ديت على نوشن يعني. وبعد كده قررت ان انا احطها على التمبلت انجن بتاعهم دوت، مش عارف بيسموه ايه. واجلت كتير ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده لغايه لما كتبت البوست ده الاسبوع ده، فقلت خلاص بقى طالما جهزت البوست وعملته على البلوج خليني اعمل فيديو بالعربي عشان الناس برضو اللي مش بيقراوا في البلوجات او مش بيهتموا بالنوع ده من المحتوى ممكن يتفرجوا على الفيديو ويستفيدوا ان شاء الله. سريعا كده عايز اخدكم ثرو البوست دوت. البوست ده بيتكلم عن tracking your interview is extremely important، وفي فري تمبلت في الاخر. انا بتكلم عن ان في تو اكتورز في الاخر في الانترفيو، في انترفيور اللي هو الشركه، وفي انترفيوي اللي هو حضرتك او الكانديديت اللي بيقدم. وزي ما الشركه بتتراك عشان خاطر تتعلم من البروسيس وعشان خاطر تعرف تقارن ما بين الكانديديتس وتختار في الاخر، انت كمان محتاج تعمل ده. ليه التراكنج مهم؟ في حاجات كتير قوي. يعني في ان هو بيتشيك الاوفر اول بروسيس طول الوقت، في ان هو بيبريبير النكست ستيب، في انك تبقى جاهز للفاينل ستيب والنيجوشيشنز كمان بكل الانفورميشن اللي انت خدتها، لانك حاجات دي كتير قوي شايفها انك تحطها في دماغك في مره واحده. زائد ان انت دايما لو بتقدم في انترفيو ويف مش بتقدم في شركه واحده، بتقدم في شركات كتير. يعني مثلا سي هتقدم في 20 شركه، هيرد عليك منهم 10 مثلا هيصفصفوا على 6 انترفيوز. الست انترفيوز كل شركه ليها ظروفها وليها الاتفاق بتاعها وليها التايتل بتاعها وليها. فانت ازاي هتجمع كل ده في دماغك او على ورقه او مش عارف ايه؟ اسهل حاجه انك تحطها في حاجه سنترلايزد، وفي كم معلومات. يعني كل ما كان اكتر كل ما كان احسن. وهكذا يعني ممكن تبقوا تقروا المقال بعد كده ايه تتراكوا وليه وازاي تتراكوا. كاتب انا معلومات بالظبط، تانلايز الجوب بوست، وانك تعمل ايه في الفيرست كول، وانك تعمل ايه في التكنيكال انترفيو. بعد كده انت محتاج تحط انفورميشن انت بنفسك بقى، انت عديت امتى وما عديتش امتى والكلام ده هوت، وازاي تابلاي اجين والكلام ده كله. البينيفيتس اللي انا شفتها انا شخصيا قابلتها بالموضوع ده، ان في شركات انا قدمت فيها قبل كده، وبعدين الانفورميشن اللي انا جمعتها دي كلها نفعتني ان انا لما ما عدتش في المره الاولانيه عرفت اعدي في المره الثانيه بسبب التراكنج اللي انا كنت كاتبه، وان انا خدت فكره هما بيدوروا على ايه بالظبط وذاكرته اكتر وعديت المره اللي بعدها. وفاينلي كنت بشير معاهم التمبلت اللي انا حطيتها على نوشن. انا هحط لينك للبوست دوت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، تقدروا تتفرجوا عليه براحتكم، وهحط لينك كمان للتمبلت. خلينا يعني نروح للتمبلت على طول. انت لو ضغطت هتلاقي اللينك بتاعها هنا، وهتلاقي اللينك بتاعها تحت تاني هنا في البوست. بس لو رحنا على طول للجوب انترفيو تراكنج تمبلت، هتلاقي تمبلت لطيفه قوي على خلينا نشوف هو اسمه ايه. هو اسمه نوشن تمبلتس يعني بسيطة قوي. فلو لقيت التمبلت دي عملت فيو للتمبلت هتلاقيه في الاخر بيفتح لك التمبلت، بس دي بريفيو بس تقدرش انك تتعامل معاها قوي. فانا هقول له مثلا ايه start with this template. دي الطريقه اللي انت بتعمل من نوشن. لو مش بتستعمل نوشن تقدر تروح تستعمله فور فري. تقدر انك تكوبي اي تمبلت. التمبلت دي هتقدر تقول start with this template من هنا. هو بيقول لي افتح الابلكيشن عشان عندي الابلكيشن، هقول له لا continue في البراوزر. هو دلوقتي بيعمل دوبليكيتنج للتمبلت دي. اول ما تبقى دوبليكيتد خلاص اتس فولي يورز، تقدر تكستمايز وتغير اللي انت عايزه. خليني بسرعه اقول لك ايه اللي انت ممكن تعمله هنا. مبدئيا هنا انت من اليمين كده خليني اقول لك في حاجه اسمها وير تو ابلاي. كل مده لو انت بتعمل انترفيوز ويف وعايز تدور على شغل، فبتروح تعمل في اي سايت من سايتات انديد، لينكدين او وظف او اي سايت من السايتات دي، بتعمل فلتر. تقول مثلا عايز اروح على تايتل سي سينيور سوفت وير انجينير. الفلتر دوت انت كل شويه بتحط فلتر، بتقول مثلا مينيمم يكون السالري كذا، مينيمم يكون مثلا الكونتراكت المده قد كده، وهكذا. الفلتر ده انت ممكن تاخده كوبي وتحطه هنا. ده مفيد جدا في كل مره انت بتروح تعمل ويف جديده من الانترفيوز، تضغط عليه وتروح على طول على الفلتر هيجيب لك الليتست جوبز اللي موجوده في الماركت. ده كان لطيف قوي ومفيد. تقدر تحط ديت كلينكات ببساطه، تقدر تقول له ايه لينك وتحط اللينك اللي انت عايزه بالشكل ده، وهكذا بقى. حط as much as you want. النقطة المهمة التانية جدا انك تحط لينك للريزومي بتاعتك او السي في بتاعك
انت مش طول الوقت بتبقى انت حافظ مكانه، حتى لو حطه على جوجل درايف او اي حاجه حط اللينك بتاعه هنا، اسهل اسرع، هتخلي البروسيس بتاع انك تدور على شغل اسهل. كفر ليتر ممكن انت يعني تسبند شويه وقت صغير كده في انك تكتب كفر ليتر محترم، وبعد كده تقدر تكستمايزه كل مره على الشركه اللي انت رايحها. وكمان دلوقتي يعني شات جي بي تي مش مخلي، يعني ممكن تخلي شات جي بي تي يساعدك في موضوع انك تكتب كفر ليتر. لينكدين بروفايل بتاعك، في شركات كتير في الابلكيشن بتاعها بتحتاج انك تحط لينكدين بروفايل، جيت هاب بروفايل وهكذا. ده مهم جدا. هنرجع تاني لموضوع البريبريشن كيت بعد ما اوريكم التمبلت. دلوقتي انت خلاص بقى قدامك شركه من الشركات قدمت فيها اوريدي، فعايز تتراك تعمل ايه؟ اولا ده تمبلت، خليني اوريكم التمبلت اللي هي جاهزه الاكزامبل اللي انا حاطه، بعد كده هوريكم لو انت هتبدا شركه جديده. التمبلت دلوقتي بيبدا بانك تحط الكومباني نيم هنا، فاي حاجه مثلا هنقول ان احنا هنروح نشتغل في جوجل، هتلاقي فيه شويه انفورميشن دي مهمه جدا جدا. اول حاجه الابلكيشن ديت، انا قدمت امتى؟ اقول انا قدمت النهارده مثلا. النكست ديو ديت ده هتلاقيه النكست ستيب بتاعت الابلكيشن، هو مانيوال ورك بس هو سهل انك تعمله بايدك وفري كمان. هقول مثلا ان انا يوم 10 هيكون الانترفيو اللي جاي بتاعي. الستيتس بتاعتها باي ديفولت هي ابلايد عشان هي في البدايه، بس في حاجات كتير بقى. ممكن تقول ان في اونلاين تيست في الاول، في ناس بتبعت اونلاين تيست كده تعمله ويظهر لك على طول زي هاكر رانك او حاجه. اتش ار انترفيو ده بيكون انترفيو غالبا، او الريكروتر انترفيو. تكنيكال انترفيو ده بيكون الاولاني، ممكن يكون لايف كودنج او اي حاجه. ديب تكنيكال انترفيو ده ممكن يكون سيستم ديزاين او ممكن يكون حاجه من دي. كالتشر فيت انترفيو ده اللي بيكون في النهايه بيكون مع مدير او مع تيم ليد او وات ايفر. اوفرد لو جالك اوفر وربنا يوفقك ان شاء الله. سايند ده خلاص بيبقى كلوجر، بتبقى انت كده ايه قفلت التراكنج بتاع ده، ان انت خلاص عجبك الاوفر وعملت ساين معاه، فده يبقى النهايه. او انك تديسايد نو لو انت عندك كذا اوفر في نفس الوقت وانت ديسايد واحده معينه، فالاثنين التانيين مثلا لو هم 3 2 التانيين هيبقوا ديسايد نو، فده معناه انك تبقى عارف اخر مره قدمت في الشركه دي انت اللي قررت لا عشان جاي لك اوفر احسن، لما تقدم تاني تبقى انت عارف انت كنت اخر مره معدي ولا لا. ريجكتد لو هم للاسف ريجكتوك. هولد في بعض الشركات بتعمل فريزنج، وده حصل معايا قبل كده في نص الانترفيو، يقول لك والله احنا وقفنا هايرنج في البوزيشن ده شويه لاي سبب كان بقى بالنسبه لهم. assignment لو في تيك هوم assignment ده برضو ستيتس من الستيتسز. وفي lost connection، بعض الشركات للاسف عندهم العاده ديت ان هم يعملوا فريزنج اوت للناس، فهم ما بيبقوش بيردوا عليك، لا بيعرف انت عديت ولا ما عدتش، هو خلاص انت فروزن مش عارفين انت رحت فين. فدي كلها ستيتسز انت ممكن تحطها بنفسك، وممكن تكستمايز وتزود انت اللي انت عايزه. فيعني زي مثلا انت عايز تزود تقول مثلا ايه I didn't like them، اي حاجه. دلوقتي بقى في ستيتس اسمها I didn't like them، انت حر حط اللي انت عايزه. ده الميزه بقى بتاعت نوشن. تايم تو ابلاي اجين دي برضو من الحاجات اللي انا اتعلمتها باي تايم، ان انت لو قدمت في شركه ولا قدر الله اترفضت بيبقى في عندهم بوليسي انك ممكن تقدم تاني كمان سنه او كمان 6 شهور، فدي نوت ابليكابل باي ديفولت، بس انت لو اترفضت بتقدر انك تحط هي كمان سنه ولا 6 شهور، فتقدر تشوف في التراكنج بتاعك انا قدمت في التاريخ الفلاني او اخر ريجكشن كان في التاريخ الفلاني، فانا خلاص ابلاي تاني كمان سنه. لو هما كمان سنه ممكن تحط ريمايندر عندك بقى على الكالندر او وات ايفر براحتك يعني. ازاي هم وصلوا لي؟ ده مهم جدا. انا قلت مثلا لينكدين، ايميل، ريفيرال، ذير ويب سايت، ستاك اوفر فلو، وعايز اعرف اذا كنت انا اللي وصلت لهم ولا هم اللي وصلوا لي، بالتالي اقدر احسن الميديم اللي هم وصلوا لي من خلاله عشان خاطر ان انا الاقي شغل او يوصلوا لي اكتر في المستقبل. جنرال نوت دي بقى انت بقى يعني ممكن تكتب حاجه انا كاتبها لنفسي انا عشان خاطر ابقى انا عارف انا يعني هاو اكسايتد للتاسك ديت، او نوت مثلا ان في حد عمل لي ريفيرال، فلان اللي عمل لي ريفيرال او حاجه من دي. ده مهم جدا. نيجي بقى للبلوكس المهمه جدا. اول حاجه في البلوكس هو بلوك اسمه about، ده بتكتب about الشركه. لو شركه معروفه قوي بتكتب حاجات قليله، بس في العادي انت بتكتب معلومات عن الشركه ديت، اللوكيشن بتاعها فين، عندها في كام بلد في العالم، عندها مثلا الفاينانشالي هي عامله ازاي وهكذا. تكتب المعلومات دي مهمه لانك مش هتحفظهم في دماغك بس، وانت بتقرر في نهايه البروسيس المعلومات دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه هو انك تبص على البنفيتس. في ليست اوف بنفيتس سجستد كده ليك، هل هي بتدي تريننج باكج، هل هي انديفينيت كونتراكت، هل هي مش عارف ايه. فانت لو لستيت الحاجات ديت ليك انت في البدايه بتاعه البروسيس ان هي فارقه معاك في كل مرحله في البروسيس، ممكن تسال اسئله وتتشيك. عندهم انيوال باكج، اوكي، عندهم انديفينيت كونتراكت، اوكي، ما عندهمش والله ترافلينج اكسبنسز، عندهم بنشن بلان وهكذا. ده مهم انك تبقى عارف. طيب في نهايه كل انترفيو بيبقى من المميزات ان انت بتتسال اذا كنت انت عندك اسئله ولا لا لينا. في وقت مع الريكروتر، في وقت مع التيك بيبل. الريكروتر انت بتجهز شويه اسئله، ده بيبين ان انت انترستد اكتر في انك تشتغل معاه.
فمثلا suggest انك تقول مثلا how is the rest of the process لو كان هو لسه ما قالش هو بنفسه يعني او هي بنفسها. فانت بالتالي لما تسال السؤال تتشيك انا سالت السؤال ده. لو مع technical people ممكن تسال مثلا what is the process of having a new feature on production، فتعرف الفيتشر من اول ما تبقى فكره لغايه لما يبقى برودكشن. الجو والوقت اللي بيتم دوت بيبقى فيه تفاصيل كتير قوي. التفاصيل دي مهمه ان انت تبقى عارفها لو انت داخل في شركه جديده او في تيم جديد. طيب الهيلبفول لينكس دي اللينك بتاع الجوب بوستنج واذر بوستنج بقى. لو انت بقى عندك مثلا بريبريشن كيت، في بعض الشركات بتبعت لك بريبريشن كيت عشان تجهز الانترفيو. في عندك مثلا ان انت سي شويه سيرشز وانت بتذاكر لقيتها مفيده حطها هنا عشان خاطر تبقى انت عارف انت جهزت ازاي للتاسكاي ديت او الانترفيوز دي. طبعا during الريكروتر انترفيو في الاول بيكون فيه البلوك ده مهم جدا، هو البروسيس اند تو اند. فمثلا هي بدايتها دايما بتكون اتش ار ميتنج مع وان بيرسون، بيبدا يجي يدردش معاك عشان يشوفك اصلا يفلترك انت تمام ولا مش تمام. لو حصل ان هو عدى تبدا تساله ايه الريست اوف ذا بروسيس، وبالتالي بتبدا انك تلستهم هنا. تقول مثلا ان انا عندي تكنيكال انترفيو، هو بيقول لك كل حاجه مع 1 بيرسون ولا 2 بيرسونز لمده 60 دقيقه. في ناس تقول لك لا في تيك هوم بياخد 3 ايام. اكتب كل المعلومات دي مهمه جدا، ان انت كل ما تراجع وتعرف انت امتى هتخلص البروسيس دي كل ما تبقى انت جاهز اكتر. البروسيس كل ما تخلص حاجه طبعا تشيك بوكس عشان تبقى عارف انت خلصت ايه وفاضل ايه اللي جاي. بعد كده البلوك ده مهم جدا، ده بقى يور اون تاسك. البلوك ده والبلوك ده ان انت في الجوب بوستنج ومن خلال الانترفيوز بتفهم اكتر تكنيكالي هم بيدوروا على ايه، فتبقى انت دايما جاهز تكنيكالي انك تبرز الحاجات اللي هم كاتبينها في الجوب بوستنج خلال الانترفيو. سوفت سكيلز هم بيدوروا على ايه، عايزين مثلا واحد تيم بلاير، ممكن التيم بلاير دي ما يبقاش مكتوبه. طب تيم بلاير دي تروح تدور يعني ايه تيم بلاير، تبدا تليست 1 2 3 4 وهكذا. ده بيبقى مفيد قبل الانترفيو، بتبدا تقرا الحاجات اللي هم كانوا طالبينها دي عشان تبقى جاهز ذهنيا ان ده انت محتاج تبينه ان هو عندك. كالتشر فيت انترفيو بيكون مع المدير او مع تيم ليد او وات ايفر، ده مهم جدا تبقى انت كاتب كمان هم بيدوروا على ايه. طب بتعرف الكلام ده ازاي؟ في بعض الشركات او معظم الشركات بيكون عندهم بيج على الويب سايت بتاعهم اسمه فاليوز. الفاليوز دي انت بتيجي واخدها كوبي كده بيست هنا، وتبدا انك تشوف الفاليوز دي كومبتنت معاك ولا لا. تبدا تشوف وتفتكر من الكارير بتاعك ايه الحاجات اللي كانت شبه الفاليوز بتاعت الشركه دي وتبرزها برضو خلال الانترفيو بتاع الكالتشر فيت. في بعض الشركات زي امازون تعمل حاجه اسمها ليدرشيب برنسبلز، هو دلوقتي تقريبا 16 برنسبل. فمثلا اول برنسبل منهم زي الفاليوز برضو حاجه اسمها ايه كاستمر اوبسيشن. فانت محتاج في كل اجاباتك خلال دوت او في معظم اجاباتك تكون مبين. لما حد يقول لك مثلا هتعمل ايه في الموقف الفلاني، تبدا تتكلم عن الكاستمر، تقول والله هو الكاستمر عايز ايه في الموضوع ده. لو الكاستمر عايز كذا فانا هضطر اعمل له كذا، او هراعي الكاستمر في حته فلانيه. فده بيبين ان انت كومبتنت على الكالتشر بتاعت الشركه اللي انت داخل عليها. بعد كده نخش على اخر بلوك من تحت هنا اللي اسمه common questions. common questions ده غالبا هتحط فيه الكويشنز اللي جات لك سهله سريعه، اللي انت حاسس انها تريكي بس يعني انت ما جاوبتهاش احسن حاجه، او جاوبتها كويس بس انت حاسس ان هي لطيف انك تبقى عارف الشركه دي بتدور على ايه. او لو لايف كودنج انترفيو عادي جدا انك تاخد السؤال كوبي وتحطه لنفسك انت، ده لنفسك، ده مش بابليك، ده عادي انك تعمله وما فيهوش مشكله انك شفت اوريدي السؤال. خده كوبي باجابتك حتى وبيست عندك هنا على طول اول ما تخلص الانترفيو، بحيث انك تبقى انت فاكر انت عملت ايه. وبعد شويه انت ممكن اصلا تكريتسايز يعني تقول ايه ده انا كنت كاتب ده ازاي، ده مش احلى حاجه، وتبدا انك تحسن من نفسك. ولو لا قدر الله ما عدتش المره ديت، تبدا المره الجايه تبص تاني على السؤال. ممكن ما يكونش نفس السؤال جاي لك بس تبقى فاهم هو الشركه بتدور على ايه، strings algorithms arrays وهكذا، تبقى انت فاهم كده in general. طبعا مش هتفتكر الحاجات دي في دماغك بس لو هي مكتوبه هتفتكر. نيجي بقى لاهم بلوك بالنسبه لي، هو الريماركس او اللوج اللي انت بتكتب فيه كل حاجه انت بتسالهم عليها وبيجاوبوها. كل بروسيس انت عديت التكنيكال انترفيو تكتب انا عديت التكنيكال انترفيو في اليوم الفلاني، ده مفيد. والله احنا اتفقنا في الاول على ان السالري رينج سي من 5 ل 10000 في السنه مثلا، تكتب والله اتفقنا على كذا كذا كذا. طب ده مفيد في ايه؟ في نهايه البروسيس في نيجوشيشن. النيجوشيشن دي واتكلمت عن النيجوشيشن في فيديو تاني وفي بوست تاني على البلوج، هحط لكم اللينك برضو في الديسكربشن. تقدر تنيجوشيت بناء على اللي انت قريته، وتقدر انك حتى تنيجوشيت تقول والله احنا اتفقنا على كذا في الاول بس البروسيس كانت مبينه لي ان احنا لا الدنيا اصعب شويه من كده، الدنيا محتاجه شغل اكتر من كده وهكذا. ده مهم قوي 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 انك تبقى انت حاسس بقيمته
ومش هتحس بيه غير لما تجربه في مثلا 3 4 شركات، وتبدا تبص كده تقول ده تصدق ده انا عملت كذا غلط، ده هم قالوا لي كذا بس اتفقوا في الاخر غيروا رايهم. تقدر انك تناقش ده وتقول لهم لا احنا اتفقنا على كذا من البدايه. طيب ده لطيف قوي. لو انا بقى يعني وريتكم التمبلت كده، لو انا عندي مثلا تاسك جديده، عندي عملت ابلكيشن جديد، فسي مثلا هروح في فيسبوك او ميتا زي ما تحبوا بقى، هخش كده هضيف ده بنفسي. هقول مثلا انا رايح يوم 7 الابلكيشن سي يوم 29 النكست الستاتس ابلايد نوت ابليكابل هاو، هم وصلوا لي على لينكدين، وابدا ان انا اختار التمبلت اللي هي كومباني نيم، هتلاقيها موجوده تحت هنا. اول ما تختارها هيعمل لك نفس الموضوع. هنا طبعا في حاجات اكتر شويه، يعني suggestions بس. تقدر انك تضيف اللي انت عايزه، تشيل اللي انت عايزه، ضيف your own، ممكن تغير بقى اللي انت عايزه. دي الميزه بتاعت نوشن، ان انت سي ده عايز تغير مكانه تحت هنا شيله يعني الموضوع بسيط اهوت. تقدر تشيل ده كده، وتقدر تغير زي ما انت عايز، يعني turn it into H2 وهكذا. البروسيس تغير مكانها وهكذا، اعمل اللي انت عايزه. دي ميزه نوشن، ودي ميزه ان انا يعني برشح ده اكتر بالنسبه لي انا اكتر من ابلكيشن. الابلكيشن بيكون اوبينيتد جدا عن الطريقه اللي هو بيعملها. لا في الحاله دي انا عامل لك تمبلت، بس التمبلت دي خدها وغير فيها زي ما انت عايز واعملها يور اون يعني. بس يعني كل الكلام اللي انا شرحته قبل كده هيكون هنا. طبعا هتفضل كل الانترفيوز بتبدا تتشيك في كذا مفيش كذا، والدنيا ده يعني بسيطه قوي. ممكن تغير التمبلت نفسها، دور ازاي تعمل الموضوع ده. من الحاجات اللطيفه قوي هو ان انت ممكن تقول الاونجوينج. الحاجات الاونجوينج ديت انا عامل فلتر هنا، تيجي عامل فلتر تقول له مثلا الحاجات اللي هي الديت بتاعها او النكست ديو ديت مثلا خلال الاسبوع ده مثلا، فتلاقيه بيجيب لك جوجل مثلا. لو قلت له لا خلال الاسبوعين اي ثينك خلال الشهر ده مثلا كده، هتلاقي جاب الاثنين مع بعض. طب خلصت، تيجي عايل مثلا هي في HR، مش لازم تضيف كل الحاجات دي تكست بايدك، لا هي دلوقتي في الحته ديت. وفي كل مره طبعا لو انت عايز تعرف معلومات اكتر هتلاقي في اللوج هنا انت كاتب في كل انترفيو انت عملت ايه. في الاتش ار انترفيو بتكتب وانت بتتكلم، في التكنيكال انترفيو اول ما تخلص الانترفيو بتبدا انك تكتب كل الحاجات اللي انت فاكرها. في كالندر فيو كمان لو انت عايز تشوف هو احنا فين، او الانترفيو اللي جاي فين، تقدر ترفلكت ده على الانترفيو بتاعتك. التيبل انترفيو بتحط التيبل ديت تيبل فيو على كل الحاجات اللي انت عايز تشوف انت قدمت فين امتى وقابلوني ازاي وهكذا. في جاليري انترفيو بتلاقيهم بوكسز كده، ضيف زي ما انت عايز يا معلم، يعني غير زي ما انت عايز، وده القوه بتاعتها. اخر حاجه عايز اتكلم عنها هو البريبريشن كيت. دي برضو حاجات اتعلمتها باي تايم، ان انت مش كل مره انت بتخش انترفيو تبدا من اول وجديد تدور على ماتيريال تذاكر منها. لا انت بتحط كده زي تشيك ليست بالنسبه لك. انا حطيت مثال هنا للجافا سكريبت، الناس اللي بتشتغل جافا سكريبت تلاقي في هنا ليست من الاسئله اللطيفه السهله اللي انت ممكن تجاوب عليها. لو انت وانت بتراجع في كل مره حبيت انك تشتغل في الجافا سكريبت سي او اي حاجه كوتلين بايثون اي حاجه، حط لسته من الاسئله الفيري كومن، ما تروحش تدور كل مره. عايز تحط لينكات هنا حط لينكات. بس انا يعني بفضل ان هي تكون تشيك بوكس ليست كده، تبدا تقول انا فاكر ازاي اجاوب على ده، فاكر اجاوب على ده، فاكر ازاي اجاوب على ده وهكذا، وتجاوب في دماغك عشان خاطر تبقى انت جاهز في الانترفيو. انت مش محتاج تفتكر، انت محتاج تبقى فاكر. في حاجه تانية موضوع البيهيفيرال اند كالتشر فيت انترفيو. كل حاجه بتجاوبها بطريقه الستار، روح دوروا على الموضوع ده ازاي تجاوب بطريقه الستار. في مثلا اسئله البروبلم سولفنج، تيم وورك، ستريس والسيلف نوليدج. كل الحاجات دي مهمه جدا، ومهم تبقى انت عارف ازاي تعبر عن الموضوع ده بسرعه، لان التايم بتاع الانترفيو ما هوش مفتوح، لا انت عندك ليميتد تايم، فمهم تبقى انت جاهز وباين انك كونفيدنت وفاهم انت عايز تقول ايه. طبعا انتروديوس يور سيلف دي من الحاجات المهمه جدا، الناس ما بتبقاش جاهزه ليها قوي، بس اكتبها هنا عشان خاطر تبقى انت فاكر ازاي بتقدم نفسك من غير ما تنسى الحاجات المهمه. محتاج تقول كلام عن نفسك انت شخصيا، دراستك عامله ازاي، الباك جراوند بتاعتك عامله ازاي، ووصلت ازاي لان انت خلاص بقيت في الانترفيو ده. اخر حاجه شغلك الحالي ماشي ازاي وهكذا. اكتب الكلام ده، اكتبه، مش عيب. ما تقولش انا عارفه وخلاص، ما انت ساعه الانترفيو مش محتاج تقعد تفكر وتفتكر، لا اكتبه هنا واقراه مره قبل الانترفيو، او حتى افتح ده في يعني مونيتور ثانيه جنبك وابدا اتكلم عنه او يفكرك ساعه لما تكون في الانترفيو. بس هو ده الانترفيو تراكنج تمبلت. هحط لكم اللينك بتاع التمبلت في الديسكربشن، واللينك بتاع الجوب بوست
في الديسكربشن. اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد ليكم، وقولوا لي في التعليقات لو انتوا جربتوا التمبلت ديت او بتستعملوا حاجه مشابهه ليها. يا ريت تقولوا لي الفيدباك اذا كنت ممكن اعمل فيها تعديل او اي حاجه الناس ممكن تستفيد فيها، وان شاء الله يعني يكون حاجه مفيده لكل الناس. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.